قد تتفاجأ من وجود بعض الحيوانات في هذه القائمة. ربما لم يخطر ببالك أنها قد تكون مؤذية ومميتة للبشر، لذلك نقدم لكم قائمة الحيوانات تعتبر قاتلة للبشر سنوية والأكثر خطورة في العالم. القروش وها في المرتبة الأخيرة، وهجمات أسماك القرش نادرة للغاية، إلا أنها مميتة، ويصل طولها إلى 15 قدم، ولها صفوف من الأسنان الحادة التي تشبه المنشار، ويصل عددها إلى 300، وتتسبب في قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص سنويا. الدببة وهي في المرتبة قبل الأخيرة، وتختلف تقديرات الوفيات المرتبطة بالدببة من عام إلى آخر، واستنادا إلى آخر الإحصاءات فإن الدببة مسؤولة عن أكثر من 100 حالة وفاة من البشر سنويا بسبب شراستها وأنيابها الحادة ومخالبها وسرعتها المذهلة عند مطاردة فريستها. قناديل البحر السامة تعتبر من أخطر حيوانات البحرية في العالم، ويظن الكثيرون بأن سمك القرش هو أكثر الكائنات البحرية فتكا بالبشر، ولكن الحقيقة أن قناديل البحر تتسبب إحصائيا بقتل 200 شخص سنويا لما يفرزوه من سم، والمصاب بلدغته يموت بعد 4 دقائق مباشرة، ويأتي بعد ذلك الأفيال، وتحتل المركز السابع موطنه أفريقيا وبضعة أجزاء من القارة الآسيوية. يعتقد الجميع أن الأفيال مخلوقات عملاقة، ولكنها لطيفة، لكنها يمكن أن تظهر سلوكا غير متوقع، وتتصرف بطريقة يمكن أن تكلف الإنسان حياته في حالة الاستفزاز أو الاقتراب كثيرا من مسكنه، ويتسبب في وفاة ما لا يقل عن 100 شخص سنويا. ويأتي بعد ذلك أفراس النهر، ويحتل فرس النهر المركز السادس في قائمتنا بسبب عدائه اتجاه البشر، ويشمل العداء قلب القوارب والهجوم المباشر، ويتسبب في وفاة ما لا يقل عن 500 شخص سنويا. فقد يبدو عليه الهدوء، ولكن إذا شعر بالغضب فإن هجومه قاتل. وتحتل في المرتبة الخامسة، وهي من الأكثر خطورة، نجد تماسيح النيل والمياه المالحة، حيث تزدهر التماسيح في الأمريكتين وأستراليا وأسيا، والمناطق المدارية من أفريقيا، وحيثما وجدت البحيرات والمستنقعات والأنهار الراكدة، وتتسبب في وفاة ما لا يقل عن 1000 شخص سنويا، حيث تتغذى التماسيح على الحيوانات والإنسان، حيث تنقض على فريستها ومن ثم تقطيعه إلى قطع ليبتلعه بشكل أسرع. وتحتل في المرتبة الرابعة، فهذه القائمة ذبابة التسي تسي، وتوجد في جميع أنحاء أفريقيا، وها حاملات للطفيلي الذي يسبب مرض النوم، وهو مسؤول عن وفاة 10,000 شخص سنويا. ويكمن خطر هذا المرض في أنه يمكن أن يستمر في الغالب دون أن يتم اكتشافه حتى يفوت الأوان ويقضى على حياة المصاب به. وتحتل في المرتبة الثالثة فقتل البشر سنويا الكلاب، وتتسبب في وفاة ما لا يقل عن 25,000 شخص سنويا، وهذه الوفيات بسبب الكلاب المصابة بداء الكلب تهاجم الناس وتنشر المرض بسبب تواجدها حول البشر باستمرار. وتحتل في المرتبة الثانية فقتل البشر سنويا الثعابين، حيث يوجد في العالم 450 نوع من هذه الثعابين التي تحتوي على السم التي يمكن أن يقتل البشر، والثعابين تتسبب في وفاة ما لا يقل عن 50,000 شخص سنويا، وغالبا ما يتم الإبلاغ عن لدغات قاتلة من الثعابين السامة، ولكن والأسوأ من ذلك هو النقص الشديد في مضادات السم الرئيسي. ويأتي في المرتبة الأولى فقتل البشر سنويا البعوض، فعلى الرغم من أن هذه المخلوقات صغيرة جدا فهي قاتلة للغاية، حيث أنها تتسبب في وفاة أكثر من 750,000 من البشر سنويا بسبب الأمراض التي تهدد وتنهي الحياة والتي تنقلها هذه الحشرات، مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته، ولا تنسى الاشتراك في قناة صفوة المعلومات وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.